ايه هو الشحم؟ خلينا نبدأ من التعريف الأساسي للشحم حسب منظمة ال ASTM. الشحم هو مادة تزييت حالتها الفيزيائية صلبة أو شبه سائلة، يعني لا هو سائل زي الزيت ولا هو جسم صلب، هو في النص. القوام ده ناتج عن إن في مادة مكثفة متوزعة جوا مادة تزييت سائلة. بمعنى أبسط، الشحم عبارة عن زيت، بس الزيت ده مش سايب. الزيت ده محبوس جوا مادة تانية هي اللي مدياله القوام والشكل اللي بنشوفه. التعريف كمان بيقول إن المادة المكثفة دي بتبقى مشتتة جوا الزيت، وده اللي بيخلي الشحم يحافظ على شكله وما يبقاش سائل. الشحم بيتكون من 3 مكونات أساسية، ومفيش شحم يطلع بره ال3 دول. المكونات دي هي الزيت والمادة المكثفة والإضافات. ال3 مع بعض هما اللي بيعملوا الشحم اللي بنستخدمه في الصيانة. نبدأ بأول مكون أساسي فيه وهو الزيت الأساسي. أغلب الشحوم اللي بتتصنع دلوقتي بتستخدم زيت معدني كجزء سائل داخل الشحم، والزيوت المعدنية دي بتدي أداء مرضي في أغلب التطبيقات الصناعية العادية. يعني في الظروف الطبيعية من حيث الحرارة والحمل، الشحم اللي أساسه زيت معدني بيقوم بالغرض كويس. لكن لما ندخل في ظروف حرارة عالية قوي أو منخفضة قوي، هنا الشحم اللي بيستخدم زيت صناعي كأساس بيبقى أكثر ثباتا وأحسن في الأداء، لأن الزيت الصناعي بيحتفظ بخواصه بشكل أفضل في الظروف القاسية مقارنة بالزيت المعدني. نخش بعد كده على المكون التاني وهو المادة المكثفة. المادة المكثفة هي اللي مع الزيت بتدي الشحم شكله الصلب أو شبه السائل. يعني من غير المادة دي كان الشحم هيبقى زيت عادي. أكتر نوع شائع من المواد المكثفة المستخدمة حاليا هو المادة الصابونية المعدنية، والصوابين دي ليها أنواع مختلفة زي الليثيوم والألمونيوم والبوليوريا والصوديوم والكالسيوم. الأنواع دي هي الأساس في معظم الشحوم التقليدية. في الفترة الأخيرة كمان بقى فيه انتشار أكتر لما يسمى بالشحوم ذات المكثفات المعقدة، والسبب في اختيارها إن ليها درجات انصهار أعلى وقدرة أفضل على تحمل الأحمال. الشحوم المعقدة بتتصنع عن طريق دمج الصابون المعدني التقليدي مع مادة تانية اسمها مادة تعقيد. أكتر نوع مستخدم منها هو الشحم المعقد الليثيومي، وده بيبقى ناتج من صابون ليثيوم تقليدي مع حمض عضوي منخفض الوزن الجزيئي كمادة تعقيد. في كمان نوع تاني من المواد المكثفة اسمه المواد غير الصابونية، ودي بدأت تستخدم أكتر في تطبيقات خاصة ومعينة، خصوصا في البيئات اللي فيها درجات حرارة عالية. من أمثلتها البنتونايت والسيليكا ايروجيل. والمواد دي مميزاتها إنها ما بتسحش عند درجات حرارة عالية. لكن هنا لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة، وهي إن في اعتقاد غلط بيقول إن طالما المادة المكثفة بتستحمل الحرارة العالية يبقى الشحم كله تمام، وده مش صحيح. لأن حتى لو المادة المكثفة مسحتش، الزيت الأساسي اللي جوه الشحم ممكن يتأكسد بسرعة عند الحرارة العالية، وده يخلي الشحم محتاج إعادة تشحيم على فترات أقصر. نخش بقى على المكون الثالث وهو الإضافات. الإضافات ليها أدوار متعددة في الشحم. دورها الأساسي إنها تزود خواص إحنا محتاجينها، أو تقلل خواص إحنا مش محتاجينها، أو تضيف خواص جديدة خالص. من أشهر الإضافات المستخدمة مثبطات الأكسدة والصدأ، وإضافات تحمل الضغط العالي، وإضافات مقاومة التآكل، وإضافات تقليل الاحتكاك. بجانب الإضافات دي ممكن كمان يضاف للشحم مواد تشحيم حدية زي ثاني كبريتيد الموليبدينيوم أو الجرافيت. المواد دي بتتحط عشان تقلل الاحتكاك والتآكل في ظروف الأحمال العالية والسرعات البطيئة، من غير ما تعمل تفاعلات كيميائية ضارة مع الأسطح المعدنية. وأخيرا نيجي لموضوع قوام الشحم أو درجة تماسكه، وده اللي بيتقاس بنظام ال NLGI. النظام ده بيقسم الشحم من شبه سائل لغاية شحم صلب جدا، وده هنتكلم عنه في فيديو لوحده إن شاء الله.